ميزات الراجل اللي المفروض لازم يكون في حياة أي ست. حلوه دي. وبعد جداً. كده اشوف انا ممكن استحمل عيوب قد ايه. مميزات الراجل اللي حلو. لازم يكون في حياة أي ست، أول حاجة إن هو يكون راجل كريم، يحترمها، يتقي ربنا فيها، يصونها، يشيل عنها المسؤولية، يشجعها، يكون بالنسبة لها السند والقوة والاحتماء والظهر والدعم والطبطبة، ويكون بالنسبة لها الحاجة الحلوة اللي في حياتها، يكون بالنسبة لها الأب، الأخ، الصديق، الحبيب، يكون بالنسبة لها الإنسان اللي لما بتكون فعلا محتاجة إن هي تتقوى بيه. طبعا هو ده اللي المفروض الراجل اللي يبقى موجود في حياة أي ست في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد ومساء الفل على اللي هيشوف الفيديو الصبح او بالليل. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني بجد. معايا بصلايه الاول، معايا قلايه ونزلت بيها وجبت بصلايه كده، ويا ترى هتعملي لنا ايه النهارده في مطبخ سحر؟ وحشتوني ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد مني. المهم ايه، معايا قلايه ونزلت ببصلايه، ويا ترى يا سحر هتعملي لنا ايه النهارده؟ كلكم هتشوفوا على الطبيعه. اصبروا. المهم انا كنت بعمل الاوضه النهارده بتاعت ملك عشان خاطر بصوا انا تعبت يا جماعه. تعبت من ايه؟ اقول لكم تعبت من ايه رايكم اسيب البيت ده وامشي؟ والله بكلمكم بجد، ايه رايكم امشي واسيب البيت ده؟ المهم نزلت بفص توم كده حلو. وترى تعملي لنا ايه النهارده؟ هعمل لكم بقى، انا بعشق الخضار يا جماعه، بعشق الخضار، لان الخضار حاجه صحيه وحاجه حلوه واكل صحي وخفيف دايما على معدتنا. المهم يا سحر هتعملي ايه؟ برضو مش هريحكم. خضار ايه؟ اصبروا بس. دلوقتي انا كده صفرت البصله بتاعتي او خليتها دهبي كده، ونزلت بالطماطم بتاعتي. وهنزل بقى بشويه فلفل اسمر كده، ومعلقه كمون حلوه كده، ورشه ملح حلوه كده. يا سيدي اصبروا. ترى هتعملي ايه؟ استنوا. الفيديو فيه حاجات حلوه قوي. الاول حاجه شفتوا المطبخ كنت بروقه. ايه رايكم فيه؟ وايه رايكم في اوضه العيال اللي هي دايما بتحرق دمي؟ كل اللي يجيب حاجه يقوم منعكشها. المهم جبت قلايه كمان. قلايه ايه ده؟ في ايه؟ هتعملي لنا بقى هنا قلايه وهنا قلايه؟ اصبروا واستحملوني لحد ما اخلص حبه الطبيخ بتوعنا دول. استنوا. المهم نزلت البصلايه كمان. طبعا انا سبت التغذيه بتاعتي او الصلصه بتاعتي تتسبك زي ما انتم شايفين. وهنا بقى نزلت بمعلقتين سمنه حلوين كده. ويا ترى هتعملي ايه؟ اصبروا تستعجلوش، استنوا. هنزل بالكبد والقوانص. عندي كبد وقوانص، ورحت غسلاها غسله نظيفه وشطفاها شطفه نظيفه ومظبطاها ومخليها زي الفل. شامين فاهمين؟ ايه رايكم؟ بصوا ريحه الصلصه، بصوا مش قادره اقول لكم. حطيت شويه فلفل اسمر، رشه فلفل اسمر كده، وبدات اشوح في قلب الكبد والقوانص. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا قلت لكم ما تستعجلوش. هننزل بقى بكوبايتين رز كده، وهبدأ اشوح فيهم زي ما انتم شايفين، واقلب فيهم واظبطهم واشيصهم واخليهم 100 زي ما انتم شايفين، وزي ما الكتاب بيقول. حطيت بقى، شفتوا بقى الخضار اهو. بصوا بقى، كان عندي كوسه، كان عندي بسله كده، حطيت بطاطس وحطيت كوسه وحطيت بسله وحطيت ايه تاني، وجزر. وده طاجن الخضار بتاعنا. البسله موجوده عندنا في الفريزر، تمام، وعندنا كوسه في التلاجة، وعندنا البطاطس موجوده في اي بيت. وطبعا اكيد كده جايبين نص كيلو جزر او كيلو جزر وحاطينه ورامينه في قلب التلاجة لاي حاجه نعوزها. وبدات بقى اللحمه اللي انا حطيتها دي كانت فايضه في التلاجة. وطبعا انا كنت سلقاها، فهم طبعا
مش انا قلت بقى احطها في الطاجن ده، ياكلوا واللي ما ياكلش ما ياكلش وبراحتهم، واللي هم عايزين يعملوه. وانا قربت امشي واسيب البيت ده عشان انا قلت لكم في اول الفيديو عشان انا خلاص فاضل لي تكه. المهم يا سحر، اهدي وصلي على النبي. لا مفيش الكلام ده، بنصلي على النبي في كل حاجه عليه الصلاه والسلام. بس المهزله اللي بتحصل دي انا تعبت يا جماعه، انا تعبت. مين اللي تعب زيي؟ اللي تعب زيي يكتب لي في الكومنتات. قولوا لي اي حاجه حلوه بتفرحني. المهم معايا طبعا الفرخه بتاعتي الحلوه دي يا سحر، فراخ ولحمه. قلت لكم اللحمه دي كانت فايضه عندي في التلاجة، وقلت اعمل فيها طاجن الخضار بتاعنا نستفيد بقى. وجبت طبعا فراخ. طب ليه انا جبت اللحمه والفراخ؟ عشان اقول لكم بس ان انتوا تعذروني، انا عندي ناس بتاكل اللحمه وناس ما بتاكلش اللحمه خالص. يعني عندنا ناس كده ما بترضاش تاكل اللحمه، تحب الفراخ قد عينيها. المهم معايا بقى معلقتين صلصه حلوين، حطيت شويه فلفل اسمر، حطيت شويه زيت وشويه ملح، وظبطت ورشيت على الفرخه بتاعتي كده. انا خايفه لا تهرب من الطاجن يا جماعه. حطيت شويه شوربه تحت الفرخه اصبروا جبت الفويل بتاعي وهلفها كويس وهقفل عليها كويس عشان خاطر ما تهربش وعشان تستوي براحتها، وهدخلها الفرن جنب الطاجن بتاعها. تمام لحد هنا وتمام لحد هنا وكويسين قوي. ركزوا، انا اتلخمت في ايه؟ اصبروا هتلاقيني جايه. ايه رايكم بقى؟ والسلام عليكم ورحمه